اليوم 20/9/2014. شوفوا هذا الموقع بالرقعي، الظاهر عند مركز البلدية إذا ماني غلطان، ماني شايف لافتة تقول في مركز هني، لكن أعتقد مركز البلدية أو شيء. لكن شوفوا المخلفات، احنا نتكلم عن المحرقة اللي سووها بهالمكان هذا. شوفوا هذا احنا دشينا بعد، وشوفوا شوفوا هذا اللي يخمونه من الشوارع، سيارات اللي تخم بالشوارع طاش تسوي. شوفوا هذا الرقعي طبعا قدامكم، شوفوا هذا هني وهذا هني. شوفوا هذه المخلفات اللي قاعد يقطونها عمال النظافة، يفرزونها بهالمكان بدال لا يودونها المحرقة. طالع ايش قاعد يسوون. شوفوا 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 بالذمة اللي خاف على بلده يرضى بهالشكل؟ شوفوا في حد يرضى بهالطريقة هذه؟ عمال البلدية البنغالية والشركات يلعبون على كيفهم، ما حد يكلمهم، ولا مسؤول يرد، ولا وزير يرد، ولا رئيس مركز يرد، ولا مدير عام. مو صحيح، مو صحيح اللي قاعد يصير هذا. شوفوا لما نتكلم ما نتكلم على عبط ولا نصور بس من وقت فاضي، لا، في غياب الرغابة كل مواطن خفير، كل مواطن خاف على بيته الكبير. شوفوا شوفوا اللي هناك، شوفوا شوفوا اللي يجمعونه من الشوارع سيارات النظافة. شوفوا روح جبال، روح شوف شوفوا بعد. خل مسؤولي البلدية يتحرك. مع الأسف حتى الناشد رئيس مجلس وزراء أن يكلم وزير البلدية ومسؤولينها. النظافة خط أحمر تعتبر، لأن كلها أمراض ولازم يشيلونها يودونها مكانها الصحيح بالمحرقة، مو هني. شوف شوف